تبدأ الحلقة بدينجي هو بيقفز في فم الشيطان الأبدي، وبتبتدي معركة دموية ما بينهم، ودينجي بيقتله بطريقة مجنونة لحد ما بيقع على الأرض في وسط الذهول من هامينو وباقي الفريق، واللي هامينو بتساعده يقف عن طريق الشيطان الشبح، وبيكمل قتال مع الشيطان الأبدي واللي بيعصره بقوة. بيقول له مهما تعمل مش هموت، بيقول له إن كل ما تأذيني هشرب من دمك وهتعافى برضه وهكمل في تقطيعك من هنا. تمر 3 أيام وبنلاقي هامينو وهي عند أكاي وبتطمن عليه وبتشوف هو عايش ولا لسه، فبيسألها عن الوقت. مر 3 أيام من ساعة ما دينجي قفز عند الشيطان الأبدي، وبنروح لدينجي اللي أخيرا بعد معركة دموية دامت لأيام بينتصر على الشيطان وبيوصل لقلبه وبيخلص عليه، وبينجح الفريق في انه يخرج من الفندق الملعون وهم واضح جدا عليهم الارهاق والتعب الشديد. دينجي بيقول لهم لقيت قطعة من الشيطان المسدس موجودة في الشيطان الأبدي، وفجأة بيغمى عليه. بعدين بنلاقيهم بيحتفلوا بخروجهم من الفندق على خير وبيشربوا مشاريب وبياكلوا أكل شهي، وبتحضر معاهم ماكيمة وبيكونوا مبسوطين جدا. واللي دينجي بيكلم ماكيمة وبيقول لها إنه لقى قطعة من الشيطان المسدس، فبتقول له أيوة يا دينجي عرفت، وبتثني عليه. المهم بتخلص الحفلة وكل واحد على بيته، وهامينو بتاخد دينجي علشان كان تعبان جدا وبتشيله وبتوديه عندها البيت وبيبات عندها. المهم بتصحيه هامينو وبيقعدوا يفطروا سوا الصبح، وبيدور ما بينهم حديث لطيف، وبتقول له انها هتقربوا من ماكيمة بشرط ان هو كمان يقربها من اكاي، وبيتفقوا على انهم يكونوا اصحاب. بعدين بنشوف ماكيمة وهي مع مساعد ليها راكبين القطار، وبتتكلم معاه وبتقول له انها جعانه وعايزه تنزل محطه تاكل. بعدين هنتصدم يا جماعه من اللي هيحصل بعد كده. فجأة الاشخاص اللي وراها واللي قدامها بيختفوا وبيظهروا فجأة، وعلى اخوانا منهم بيقتلوهم هما الاتنين بطلقات نارية في أدمغتهم، بيأكدوا على قتلهم بالرصاص بطلقة في قلب كل واحد فيهم وسط ظهور راكبي القطار، وبيكلموا باقي العصابة اللي معاهم علشان يكملوا المهمة ويقتلوا فريق 4 كله. وبنشوف أري وكوبيني وهم واقفين مع راجل مسن وبيسيبوه وبيمشوا بعد ما خلصوا معاه الكلام، بس هنعرف ان هو مش مجرد رجل مسن. فجأة بعد ما أري وكوبيني بيدوله ظهرهم بيلف ناحيتهم وبيطلق النار على أري وكوبيني مع مساعدة ناس تانية مجهولين. نروح لباقي فريق 4 وهم قاعدين بيتغدوا، بيكون قاعد جنبهم شخص مجهول وبيتكلم معاهم وبيقول لهم ان هم قتلوا جده وبيوريهم صورته، اللي بيطلع الراجل اللي كان والد دينجي مديون ليه. وفجأة بيقول لهم الشيطان المسدس طلب قلب دينجي برضه على اخوانا، بيطلع مسدس وبيطلع عليهم طلقات نارية، بيسيب دينجي في رأسه بهامينو في جسدها، وبارو بتجري عليه وبتضربه، وبيستدعي أكاي ثعلبته وبتاكله، يقول له ان الشخص ده مريب، لا هو اللي انسان ولا حتى شيطان. فجأة بيخرج من داخل الثعلبة يشقها لنصين، بيكون على غير هيئته اللي ابتلعته بيها، بيكون شكله مريب ومليان سيوف. المهم أكاي بيواجهه وبيستعيد بشيطان تاني اسمه شيطانة اللعنة، بتساعد أكاي بسرعة كبيرة وبمهارة عالية في قتل ذو السيوف. وفجأة شيطانة اللعنة بتعصره وبيترمي على الأرض، وبيقعد أكاي يتكلم مع نفسه ازاي يمتلك مسدس وهو اصلا ممنوع في اليابان الا مع الشرطه، بس بيفتكر كلامه انه قال انه جاي علشان يقتل دينجي بامر من الشيطان المسدس. بس فجأة بتظهر بنت من العدم شكلها مريب، وبيقول لها اكاي انت اكيد شاركته، بس بتحط ايديها على الراجل ذي السيوف وبيقوم تاني حي وتكلمه، بتقول له انت ليه ما هزمتوش؟ فبيقول لها انا ارخيت دفاعي. بتقول له اقتله بسرعه يلا، فبيستعد علشان يهاجم تاني على اكاي، واكاي بياخد وضع الدفاع، بس ذو السيوف بيطير بلمح البصر وهو بيطعنه من الخلف. بتشوفوا هامينو وهي مصابه وبتكلم بارو سيبيني وساعديه، تقول له مستحيل اساعده، انا ما قدرتش المح تحركات ذو السيوف، هقدر اواجهه. فبتطلب هامينو من الشبح بتاعتها تساعدها، تقول لها شبح مش هقدر اعمل حاجه، البنت دي شكلها مرعب وفيها شيء مخيف. فبتقول لها خلاص هديكي جسدي كله مقابل انك تدافعي عن اكاي. توافق وبتظهر الشيطانه الشبح بكامل جسدها، تدخل مع ذو السيوف في حرب، وبتفضل هامينو تختفي جزء بجزء، وتقول لأكاي ما تموتش أرجوك عشان لما أموت أنا محتاجة اللي يبكي عليا. المهم ذو السيوف بيقول للبنت المريبة دي ساعديني، فبتدي على شيطانة الأفعى وبتقول لها موتيها، تفصل راسها عن جسدها، وبتختفي هامينو مع شيطانها الشبح للأبد. ذهول من أكاي اللي واقف عاجز تماما عن فعل اي حاجه، بيتصدم اكتر لما بيشوف هامينو اختفت. ولحد هنا بتنتهي الحلقه. حقيقي الاحداث في الحلقه دي غير متوقعه تماما وصادمه لمتابعي الانمي، حقيقي اتاثرت على اللي حصل لهم، ويا ريت تشاركوني بتعليقاتكم عن الحلقه وعن متوقع حدوثه في باقي الحلقات القادمه. شوف تعليقاتكم ولايك وشير واشتراك وسلام.